شحات، انا حاجز في مشروع باتيو ريفا الجديد وعايزك تساعدني في الاختيار. طيب خلينا الاول نقسم المشروع لثلاث اسعار. عندنا الستارتنج برايس، وعندنا الافريج برايس، والهايست برايس. بدايه السعر من اول 66000 لحد 74000 للمتر، يعني بنتكلم ان الافريج تقريبا حوالي 70000 جنيه للمتر. عايزك بقى تفرق لي ما بينهم اكتر عشان اعرف اختار واحده كويسه بس يكون بتسعير مظبوط. طيب خلينا الاول نتكلم بقى على الماستر بلان. احنا عندنا ده اتجاه الشمال. متوقع ان انت بالستارتنج برايس تاخد الوحدات القبلي اللي على السور ملهاش فيو، زي كده الوحدات دي بالظبط. اما الوحدات الناحيه دي اللي هي برده ملهاش فيو لكن بحري، لو لقيتها بنفس التسعير ستارتنج برايس هيكون اوبشن كويس جدا. لو لقيتها تسعيرها ازيد شويه، لا خليك في البرايس اللي بعدها يكون افضل. خلينا نقسم دلوقتي الافريج برايس لبلو افريج برايس واباف افريج برايس. البلو افريج برايس ده متوقع ان انت تاخد بيه الحاجه القبلي زي ايه؟ زي الوحدات دي كده مثلا. دي وحدات قبلي الفيو بتاعها الى حد ما لطيف. طيب عندنا بقى الاوبشن اللي بعده اللي هو الاباف افريج برايس. دي اللي انت هتاخد بيها وحدات بحري وفي نفس الوقت يكون الفيو بتاعها معقول. زي ايه؟ زي الوحدات دي مثلا بحري صريح، او الوحدات البحري شرقي، او الوحدات البحري غربي اللي زي كده. وده بيكون احسن نوع في الاستثمار. طب عايزك تقول لي احلى وحدات في المشروع. بص، في وحدات شبه كده بالظبط، دي اللي بتكون واخده فيو طولي وفي نفس الوقت الواحده كورنر وبحري، في نفس الوقت ليها واجهه ثانيه ليها فيو كويس قوي. اليونتس اللي بالشكل ده دي هتلاقي فيها غالبا اعلى تسعير موجود في المشروع. دي كده الماستر بلان بتاعت لافيستا، وانا عرفتك ازاي تختار اليونتس بتاعتك بناء على التسعير.